توفي اليوم الفنان القدير فكري صادق عن عمر يناهز 79 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة العصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة. وأعلن خبر الوفاة نجله الفنان مراد فكري صادق، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله. كشف مراد فكري نجل الفنان الراحل في تصريحات صحفية أن والده كان يعاني من تدهور شديد في حالته الصحية خلال الأسابيع الأخيرة، مما استدعى دخوله المستشفى، وأوضح أن حالته كانت حرجة للغاية، الأمر الذي أدى إلى وجوده في العناية المركزة منذ ما يقرب من شهر. ورغم محاولات الأطباء واهتمام أسرته، إلا أن القدر كان له كلمة فاصلة في النهاية، ليفارق الفنان الكبير الحياة صباح اليوم. في ذات السياق، نعي الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان فكري صادق، حيث أعلن عن الخبر عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك قائلا: الفنان الكبير فكري صادق في ذمة الله، مع السلامة. وأضاف مكرم في منشوره أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. وكان مكرم قد جمعته علاقة قوية بالراحل طوال مسيرتهما الفنية، وهو ما جعله يقدم هذا النعي المؤثر في تلك اللحظات الصعبة. ولد فكري صادق في 5 مايو عام 1945 بمحافظة القاهرة، وبدأ مشواره الفني في أوائل السبعينيات. تخرج من معهد الفنون المسرحية، حيث كانت بدايته في عام 1972 من خلال فيلم صور ممنوعة، ومنذ ذلك الحين توالت أعماله الفنية التي شملت مجموعة متنوعة من الأدوار التي أثبتت موهبته الكبيرة. شارك فكري صادق في العديد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ السينما والمسرح المصري، من بين أبرز أعماله السينمائية امرأتان ورجل، زمن عماد الدين، المرافعة، كما قدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل أزواج بلا ماضي، مما جعله واحدا من الأسماء اللامعة في مجال التمثيل.